السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنقول لكم وقائع ديال البحث وانتشال الجثة بشاطئ لافاريز مدينة المحمدية. هاد العملية هادي وهي عملية البحث على الشاب اللي كان غرق يوم السبت بهاد الشاطئ هذا، اللي في هاد الأثناء كان جات الوقاية المدنية على حساب المكالمة اللي كان جاتهم من طرف بعض المواطنين اللي قالوا لهم بأن راه الجثة كانت سطحت فوق الماء، يعني بانت، ولكن في ظرف وجيز غبرات. لهذا جات الوقاية المدنية على وجه السرعة، وجابت معها الناس اللي مختصين في الغطس كما كنلاحظوا الآن في المشهد هنا في الفيديو. زوج ديال الناس اللي غادي يديروا قوم بهاد العملية ديال البحث، اللي غادي يبحثوا على الجثة. وهاد العملية هادي اللي تقريبا خدات واحد ساعتين ديال البحث. وعلى ما غادي تشوفوا في الفيديو بأنه البحر شوية صعيب في هذه المنطقة هذه، اللي هي معروفة بمدينة المحمدية، اللي الآن كنسميوها بمربع الموت، اللي معروفة كل عام، يعني الأكثر كل عام في رمضان على الأقل كيموت واحد جوج ديال الناس. وهذا الشاطئ هذا اللي هو خطير، وما دايرينش فيه، يعني ما كايناش حراسة، وما دايرينش فيه يعني حتى شي إشارة، شي بلاك اللي غتمنع فيها بأنها ممنوع فيها السباحة، واخا الخطورة ديالو. و كما كتلاحظوا بأن العناصر ديال الوقاية المدنية كيوجدوا باش يقلبوا على الغريق. كما كتشاهدوا الموجة، هو كان هنايا الموجة ضربت من الخلف. هذيك اللحظة هو كان بغى يطيح لي القصبة ديالو، كان بغى يجبدها، وكان برفقة ديال الابن ديالو. يعني هنا هاد المكان هذا خطير، وبخصوص كان بالليل، كانت الرؤية اللي هي ضعيفة. والآن كنشاهدوا انتشال ديال الجثة ديالو. وكنقولوا الأسرة ديال البركة في روسكم، كل نفس ذائقة الموت، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله.